للأخت أم محمد عن صلاة العشاء، تقول أنا دائما أصليها في وقتها ولله الحمد، بعد الصلاة أصلي السنة الراتبة، ثم بعد ذلك خشية ألا أقوم لقيام الليل وأصلي 3 ركعات، أصلي ركعتين وأسلم ثم أوتر بركعة. فالبعض كأنه يعني قال أن هذا الفعل غير صحيح ولا يعتبر من قيام الليل، ولا بد أن تقوم الليل بعد الساعة 12 يعني بعد منتصف الليل. هل كلامهم صحيح؟ نحن في رمضان في الحرمين الشريفين وفي مساجدنا في المملكة كلها وبالعالم الإسلامي كله، متى نقوم الليل ومتى نوتر؟ في ال20 الأولى من رمضان بعد العشاء مباشرة. هذا العشاء مباشرة، ولا نطلع من المسجد إلا موترين صحيح. خالصين في حرم مكة، حرم المدينة، ومساجد المملكة، مساجد العالم الإسلامي كله، يصلون بعد العشاء ويقيمون القيام ثم يصلون الوتر ثم يخرجون. بعد ساعة من العشاء تحصل المساجد يعني قد أدوا التراويح والوتر. فالذي يقول هذا الكلام ليس معه دليل، ونسى ما هو يفعل في رمضان، هو نفسه يفعل هذا العمل في رمضان. ففي حالها شيخنا كونها تخشى أن لا تقوم في آخر الليل، الأفضل أن تصلي أول الليل. يا إخواني المسألة مسألة استحباب. هل يستحب أول الليل أو يستحب عند النوم أو يستحب بعد النوم التهجد؟ هذه 3 أقوال، فهمتم؟ وثلاث حالات. 3 حالات. في الحالة الأولى من يوتر بعد العشاء، وهذه سنة في حق من يخاف أنه ما يقوم. الثاني من يوتر قبل أن ينام، وهذا أخذ بوصية النبي صلى الله عليه وسلم لصغار الصحابة العلماء اللي هو أبو هريرة وأبو ذر وأبو الدرداء، كل واحد منهم أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. الحالة الثالثة أن يوتر آخر الليل بعد ما ينام، يقوم ويصلي قبيل الفجر قبل الفجر، فهذه هي الحالة الثالثة. أفضلها ما كان معه تدبر للقرآن الكريم وخشوع بالصلاة. إن كان والله التدبر قبل النوم أنك تدبر وتطول القراءة وتخشع فهي أفضل، وقد أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء العلماء من الصحابة. إن كان الأفضل لا أنك تنوم وتقوم آخر الليل نشيط وتحتسب قول الله تعالى وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، وتحتسب إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، فيكون ذلك في حقك أفضل ومن هم مثلك. شيخنا هنا سائلة